السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نحكي يا اخوان في موضوع الاسير محمد القيق. محمد القيق صار له حوالي 65 يوم مضرب عن الطعام. وللاسف الشديد ما حدا سائل في محمد القيق. السؤال بتاعنا السؤال ليش؟ محمد القيق محسوب على مين؟ مش محسوب على الشعب الفلسطيني يا عمي؟ جميع الشعب الفلسطيني محمد القيق محسوب عليه ولا لا؟ ليش يعني فصيل معين او فصيل كذا اذا تخلى عنه فصيل معين الفصيل الثاني ما يتحرك؟ ليش ما حدا يتحرك يعني من اجل الاسير؟ هذا الاسير انأسر من اجل فلسطين مش من اجل فصيل معين. بنناشد جميع القوى الوطنيه والفصائل الفلسطينيه يا جماعه الخير، محمد القيق ابن الشعب الفلسطيني مأسور عشان الشعب الفلسطيني، صار له 65 يوم وممكن الشاب يستشهد في اي لحظه. يا اخي شو بتستنوا لليوم؟ شو بتستنوا لليوم يا جماعه الخير؟ وين المحاميين؟ وين حقوق الانسان؟ وين العالم كله؟ وين العالم كله؟ بترجاكم ما تتركوا محمد القيق لحاله. هاي معركه الشعب الفلسطيني كلها مش معركه محمد، وما حدا يتخلى عن محمد. محمد ما تخلى عنا ولا عن الشعب الفلسطيني، فبالله عليكم ما تتخلوا عن محمد. محمد بحاجه لكم جميعكم مش بس لفصيل معين. محمد بحاجه لكل فلسطيني تكون معاه. بترجاكم والله يعطيكم العافيه، ويا ريت الرساله تكون وصلت للجميع.